هاي جايز، اهلا بكم على قناة سمر تايم. فيديو النهاردة هيكون الفيديو رقم 2 من سلسلة هو جاب معاكي نتيجة. اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده دي عبارة عن سلسلة فيديوهات انا عاملاها بتكلم فيها عن منتجات انا جربتها وعارفة ان هي بتجيب نتيجة. لو حابين تشوفوا الفيديوهات اللي صورتها قبل كده هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن بوكس تحت. الفيديو النهاردة هيكون عن منتج انا جربته، سمعت عنه كتير، عملت عنه ريسيرش كتيرة، جربته انا شخصيا بفترة طويلة وعارفه ان هو فعلا بيجيب نتيجه. هو عباره عن فرشه لصنفره الجسم. صنفره الجسم زي ما قلنا حاجه مهمه جدا، يعني في الفيديوهات اللي قبل كده هتشوفوني بتكلم عن الموضوع ده يعني كتير، لان اكتشفت ان في مشاكل كتيره انا كانت عندي واتحلت بس لمجرد ان انا بدات اعمل تقشير للجسم. الفرشه دي انا اول لما عرفتها ان هي للصنفره الجافه، او هتشوفوا اللي هي الدراي سكراب او استعمال فرشه زي ديت او السكراب للجسم. فوائده ان هو بيجري الدورة الدموية، بيخلص الجسم من السموم، بيجدد خلايا البشرة، بينعم، بيعمل كمان زي استرخاء للجسم للناس اللي عندها توتر او عندها مشاكل نفسية. الحاجات دي كلها خلتني اتحمست قوي، وعشان كده جربت ان انا اشتري الفرشة ديت عشان اشوف المواضيع دي حقيقية ولا لا، لان اكيد كلنا بنعاني من التوتر، كلنا عايزين نجدد البشرة، عايزين نتخلص من السموم وكل ده. الفرشة اللي انا بستعملها هي عبارة عن فرشة عادية جدا، لقيتها في صيدليه او يعني في محلات سوبر ماركت. الشعر بتاعها خشن جدا، وفيها كمان حاجات بلاستيك هنا، دي المفروض اللي هي بتساعد على المساج لما يعني بحركها على الجلد. بتيجي معاها اللي هو الجزء دوت عشان اقدر امسكها في ايدي، ومعموله هنا هوت من الخشب، وهنا الجزء دوت من البلاستيك. ده بيبقى شكلها. بيجي منها اللي هو الحجم اللي هو زي دوت، وفي منها اللي بتبقى ليها يعني ايدين طويله عشان اقدر استعملها على الظهر. انا حبيت اجرب حاجه صغيره زي دي بالنسبه لي اسهل في الاستعمال، ان انا بحطها في ايدي وبحركها على جسمي في اي حته انا عايزاها. ما بتاخدش مكان في الشاور لما بعلقها في الحمام يعني في الدش عندي. انا اخترت اجيب اللي هي معموله من مواد طبيعيه اورجانيك، مش عشان الحاجات المعموله من البلاستيك وحشه. انا يعني بصراحه ما جربتهاش وما اعرفش اذا كانت مفيده ولا لا، بس حبيت ان انا يعني خليني في الامان اجرب حاجه معموله من مواد طبيعيه. لان انا يعني من النوع اللي جسمي شويه حساس، فلو عملت صنفره او عملت سكراب ويعني خربشت نفسي، مش عايزه بقى حاجه يعني تزود المشكله. انا بستعملها تقريبا بقالي حوالي 3 شهور او يمكن اكتر شويه. جربتها في الاول يعني كتقشير جاف، عجبتني وحلوه وهقول لكم عملت ايه. بس قررت ان انا استعملها مبلوله احسن، يعني حسيت انها مناسبه ليا اكتر لما بستعملها مبلوله. وانا باخد الشاور بتاعي بالشاور جل كده، بحط عليها او بحطه على جسمي وبعدين ابدا ادعك تحت الميه بتاعه الدش. بحس انها يعني النتيجه احسن والاحساس بتاعها احلى. الحاجات اللي انا حسيتها فعلا فرقت معايا لما بدات استعملها، بتقشر الجلد الميت، ده حقيقي 100%. دي حاجه مش هقدر يعني اختلف معاكم فيها، بتقشر الجلد بطريقه فظيعه. في حاجات كتيره بتقشر الجلد، بس الحاجه اللي انا لاحظت ان هي دي الوحيده اللي حلتها لي، عارفين الايدين لما بيبقى فيه سواد هنا هوت عند الصوابع، السواد بتاع الركبه، سواد تحت الباط، الاحتكاك بتاع الملابس الداخليه زي الاندر ويرز او البرا، عارفين العلامات اللي هي بتبقى بقالها وقت طويل والجلد خلاص تحسوا ان هو يعني مهما نعمل سكراب طبيعي او مهما نحط كريمات او كده ما بتتحلش المشكله ديت. الفرشه دي هي اللي حلته. انا ايديا وبرضه عشان ابقى يعني صريحه معاكم، انا ما كانش عندي يعني بقع كتيره او غامقه قوي، بس كانت برضه يعني ملحوظه. رجليا بالذات كانت اكتر حاجه، لان انا عارفين لما بتمشوا في الشمس بتلبسوا صنادل او جزمه بتبقى مفتوحه مثلا من فوق، فبتبقى الرجلين الصوابع لون والجزء اللي هو اللي فوق دوت بيبقى لون. دي حلت لي المشكله دي، انها وحدت لي لون رجلي، ودي اكتر منطقه انا يعني لاحظت فيها فرق جامد جدا، هي وايديا. برضو اماكن اللي هي زي ما قلت الاندر ويرز او البرا، الاحتكاكات والتسلخات لما بتخف بتسيب تملي اثر غامق كده هوت. برضو الفرشه دي شالتهولي. ساعتها حسيت فعلا ان هي بتجدد فعلا، بتشيل الجلد الميت وبتجدد، بتدي فرصه ان الجلد يعني جديد يطلع، وبتحس ان هو تملي كده الجلد ناعم وفريش. تاني حاجه الفرشه المفروض ان بيقولوا ان هي بتعملها ان هي بتشد الجسم، بمعنى يعني انا خدت بالي ان فعلا الموضوع ده حقيقي، لان بالذات انا الفتره الاخرانيه يعني السنه الاخرانيه انا خسيت، كنت ماشيه على دايت معين وكنت بعمل رياضه وكده، فخسيت
يعني كتير. عارفين الواحد لما بيبقى بيخس بيبقى في اماكن بقى بتحسوا انها بترهل كده، بالذات اللي هي عند الدراعات هنا، الارداف، منطقه البطن. حاجه كويسه انك خسيتي، بس برضو لازم يبقى في حاجه تشد الجلد. الفرشه دي فعلا 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 بتساعد ان الجلد يتشد بسرعه. بحب استعملها قوي لما ببقى خارجه وعارفه ان انا هلبس مثلا حاجه قصيره او حاجه هتبقى مكشوفه، لو عايزه يعني جسمي يتشد كده يعني بسرعه. بستعملها في الدش. بيقولوا ان هي بتطهر الجسم من السموم. دي حاجة انا يعني ما اقدرش اقول حصلت ولا ما حصلتش، بس كونها ان هي بتشيل الجلد الميت، بتدي فرصة ان الجلد يتنفس، بتفتح المسام. كل الحاجات ديت بتهيألي بتساعد الدورة الدموية ان هي يعني تتحرك اكتر، وبالتالي الجسم يعني البروسيس بتاعة التخلص من السموم بتبقى اسرع واسهل. تالت حاجة او رابع حاجة بتعمل مساج للجسم. زي ما قلت هي المفروض اصلا يعني اغلب الناس اللي كانوا بينصحوا ان احنا نستعملها للمساج او للاسترخاء. احساسها حلو، يعني احساسها حلو جدا. عارفين لما تبقوا شغالين مثلا طول اليوم وتعبانين زي حالتي النهارده كده، انا شغاله النهارده من الساعه تقريبا 5:30 الصبح، والساعه دلوقتي داخله على 8 بالليل، وما نمتش امبارح خالص، فيعني تعبانه جدا. اللي هو اليوم ده لما بدخل بقى الحمام دلوقتي واخد دش سخن وابدا ادلك كده بالفرشه على الجلد، خشنه يعني هتحسوا انها خشنه عن الليفه العاديه اللي انتوا بتستعملوها، بس احساس حلو، يعني احساس مش هتحسوا ان انتوا متضايقين منه. خدت بالي ان هي لما استعملتها اول مره دراي او على الناشف كده، خربشت في اماكن واماكن لا. عند رجليا بالذات حسيت ان في خرابيش كده هو، فعشان كده ما حبيتش الاحساس ده، وخفت ان الخرابيش دي لما تخف تقلب بسواد. قررت عشان كده استعملها مبلوله، ويعني احساس جميل جدا، استرخاء، تحسوا كده ان في دلع. فاحساسها حلو جدا. برضو هتحسوا لما تتحركوا كده على الاماكن احساس السخونيه، ان فعلا يعني تحسوا ان الدوره الدمويه بدات تشتغل كده في الجسم، والجسم بقى بدا يورد. عشان كده بقول لكم احساس النضاره اللي احنا بنسمع عنه ده. زي ما قلت انا بستعملها مره واحده في الاسبوع. بدخل الدش بحط الشاور جيل بتاعي عادي، وتحت الميه كده ببلها شويه، وببدا بحركات دائريه كده بسرعه بسرعه بسرعه. ما بروحش على المكان مرتين، هي مره واحده كده واكمل، واحاول ان انا ابدا من بره لجوه. يعني لو هعمل ايدي مثلا هعمل من عند الصوابع كده واطلع على جوه عند الكتف كده. لو عند الرجل ببدا برده من تحت من عند صوابع الرجل واطلع على الركبه ولحد فوق. ملخصا كده عشان ما اطولش عليكم، عشان مش عايزه الفيديو بطوله زي ما قلت لكم، انا جايه هلكانه. هي سهله الاستعمال جدا ورخيصه، مش غاليه. انا كنت فاكراها غاليه لما سمعت كل الحاجات اللي بتعملها دي والناس اللي بينصحوا بيها، بس اكتشفت انها مش غاليه، بالذات ان كمان زي ما قلت بينزل يعني في منها اشكال كتير واحجام كتير وانواع مختلفه، فهتلاقوا في فرايتي في الاسعار. الحاجه بس الوحيده اللي حسيتها، انا كنت لما جبتها حسيت انها ممكن تبقى بديله عن السكراب. انا في العادي بعمل سكراب مثلا كل 3 اسابيع او حاجه، او لما بحس ان انا محتاجه بعمل سكراب بسكر وزيت زيتون او زيت كوكونات حسب اللي موجود عندي. ما هياش ما اقدرش اقول ان هي تبقى بديله عن السكراب اللي انت في العادي بتستعمليه، هتفضلي برضو يعني محتاجه السكراب ده في حاجات معينه. بس ده كل اللي اقدر اقوله عن الفرشه بتاعه تقشير الجسم او المساج او الدراي سكراب اللي بنسمع عنها كتير. جربتها بتجيب نتيجه، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. لو عندكم اي اسئله او اقتراحات اكتبوها لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم. وبرده قولوا لي لو في اي برودكتس انتوا بتسمعوا عنها مش عارفين اذا كانت بتجيب النتيجه ولا لا، وعايزيني اجربها اشتريها واجربها واقول لكم رايي. برده اكتبوا لي ابعتوا لي وعرفوني. بحبكم جدا وهشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.